طبعا الهدف الرئيسي من هذا المنتدى أنه تنظيم الدور العمراني والتخطيطي في المدينة في المدن شمال شرق سوريا، وحسب العشوائيات التي مرقت في هذه السنوات التي مضت وأصبحت عبئا على الإدارة الذاتية وعلى السكان وعلى المؤسسات كاتحاد المهندسين والبلديات. ولكن لابد من هذا المنتدى أن ينعقد ليتم وضع بعض النقاط الأساسية لحل هذه المشاكل، ومنها ضابط البناءات التي أصبحت عائقا للبلديات والمهندسين والسكان بشكل عام، لأنها لا تخدم بصفة أساسية البلد الذي نعيش فيه. من ناحية ثانية المنتدى له أهمية كبيرة من ناحية الدور التنظيمي والتوعية لدى السكان والحفاظ على المناطق الخضراء، كون أصبحت مدينتنا مكتظة من ناحية السكن والعشوائيات، فكان لابد من هذا المنتدى من انعقاده وتوعية ووضع نقاط أساسية كإعادة النظر في ضابط البناء للبلد، والوضع الاقتصادي الذي نمر فيه والحصار الذي نواجهه بشكل عام من قبل الدولة الفاشية التركية من خلال كل فترة بشن هجمات على هنا. أصبحت الأمور معقدة هنا بشكل أساسي، والشغل الرئيسي اعتماد شمال شرق سوريا على شغلتين أساسيتين هي الزراعة والبناء. والبناء متوقف أيضا لسببين، هي الحصار وهجمات التركية، فكان لابد من انعقاد هذا المؤتمر لحل هذه الأمور عن طريق أحداث جمعيات سكنية، تقديم حوافز للمقاولين المتاحدين لأصحاب العقارات والمستثمرين للوقوف من هذا الركود الذي نمر فيه شمال وشرق سوريا. أفكم خبات طبعا أرمانجا ويجي إنه جوهرتن دريخسنا باجارة وهشمنديا جواتي إنه أمشوا عن فجرن جواك ايكولوجي بريخستن وبيرجي ام تكنولوجيا بكاربين جامعه ام دبن كسن جو بجدار بون دويكم خباتي كسن بسبور بون ناريني وان قلقي باش بون لآ جوهرتنا ام بقرن خانيه اخ واي حريه بلكي قلقي زحمت قافن قلقي ودمك دريجي دوي ام جواكي بيجين آستا أنو بقرن خانية إيكولوجي وخانيين زيرك. احنا تحدثنا عن بالمنتدى عن كثير امور، وكان هدفنا الاساسي بالمنتدى هو الشعار الاساسي قرى ومدن ايكولوجيه. كانت كلمه القرى قبل المدن هذا اللي نساوي القرى بالمدن، وحتى نظهر اهميتها، لانه نحن بدنا نحصل على القرى ايكولوجيه قبل ما نحصل على مدن ايكولوجيه. طبعا خطتنا لنحصل على القرى والمدن الايكولوجيه او الخطه لنخفف توعيه السكان باهميه القرى واهميه عدم الهجرة من القرى إلى المدن. هي الخطة الأساسية التوعية. الخطة الثانية هي الاهتمام بالقرى بنفس القدر اللي بنهتم فيه للمدن، فبنساوي بالخدمات بين القرى والمدن. اوتوماتيكيا رح تخف الهجرة من القرى إلى المدن، ونحصل من هاي العملية على خفة الازدحام اللي بالمدن، التعدد السكاني اللي ينتج عنه دائما التلوث البيئي، نضر البيئة دائما. فبهالطريقة هي رح نحصل على قرى ومدن عمرانية وإيكولوجية بنفس الوقت. بالخرسانية بالطول المسلح والبنود عمليات البناء في الجزيرة السورية إلا بعد عام